من سمع فيكم يا شباب؟ من سمع حديث قدسي يا مسلمين؟ مر عليكم هذا الحديث القدسي؟ بسمعكم واحد انا حديث قدسي الان، وروحوا دوروا يا الوهابية. الصوت ضعيف، ما عليه ارفع من عندكم. هذا إذا في الزيارة نحن في الرواية سلم لمن سالمهم وحرب لمن، يعني إذا سالمت أهل البيت وسلمت لفضائل أهل البيت وخضعت لأهل البيت هذا ادخلوها بسلام. إذا وياك التسليم لأهل البيت تدخل بأمان، أما إذا ما وياك بينما وسلام أهل البيت ولا الخضوع لأهل البيت ما كنت دخول الجنة. ادخل. الآن حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى. والله مشيخة بنتي يا ريت ترفعي من عندك شوية، لأن المادة شوي يعني صوتها مصدرها ضعيف. بارك الله فيك. محب علي بن أبي طالب وعصاني. علي بن أبي طالب ادخل. محب علي بن أبي طالب الجنة ولو عصاني. هذا حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى. ادخل محب علي الجنة ولو عصاني. الحديث منسوب الى الله سبحانه وتعالى بان الله سبحانه وتعالى يدخل من يعصيه الى الجنة، عفوا يدخل محب علي الجنة حتى لو عصى الله سبحانه وتعالى. كمل. وادخل مبغض علي بن ابي طالب النار ولو اطاعني. وادخل مبغض علي ابن ابي طالب النار ولو اطاعني، يعني حتى لو تطيع الله سبحانه وتعالى تبغض علي ما تدخل الجنة، لان علي هو قسيم الجنة والنار، هو قسيم الجنة والنار 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 نار لما تكرفكم ان شاء الله. قول امين، قول امين، قول امين، قول امين، قول امين، قول امين، قول امين.